كيف الحال؟ عساكم طيبين. اليوم كثير في جروبات الواتس سألتني كذا واحدة عن رائحة يعني تبقى في البيت أو أستخدمها إذا بيجيني ضيوف، وفي نفس اللحظة تكون يعني قوية نوعا ما أو ثابتة ورائحتها حلوة. فأنا جبت لكم اليوم أجمل وأزكى وأجمل رائحة بالنسبة لي. عندك أي نوع زيوت عطرية تحبينها، عندك أي نوع زيوت تحبينها جيبيها. جيبي لك 2. أنا هذا عطر الفارس وهذا عطر كاميليا الفرنسية. طبعا الروائح تختلف من كل واحدة ولها يعني ذوقها بالرائحة. فكل ما أحتاج زيوت عطرية حصلونها بالعطارة أو المتخصصين في العطورات. أكثر شيء العطورات. المقادير أو الأشياء اللي تحتاجينها بخاخ تقريبا هذا سعره 2 أي طبعا سعره 2 بخاخ عادي جديد ونظيف، وأي نوع تحبين. أنا عندي كم واحد هذا معبيته، وعندي كم نوع كبير وصغير، وزي مجلس الرجال لهم عطر فيه زيت عطرية يعني خاصة بالرجال كزيوت كالعود كالدهن العود وكذا، فأسوي لهم خاص يعني للمجالس. الحريم يعني على حسب أيضا غرفة البنات أو الغرفة أو الصالة وكذا، فلها عطر أو لها رشوش. كل ما تحتاجينه 2 زيوت عطرية، بخاخ وماء مفوتر أو ماء معلش آسف مو مفوتر يعني ماء تحلية ما يكون من الحنفية، لا اللي يجيكم معالج بالأمازون أو الأزون أو الألف. أيضا ما ورد. اللهم صل على النبي. كلمة عليك تاخذين من كل نوع يعني القليل قليل فيه تقريب نقاط أو هيك شيء. نصلي على النبي. قليل أو نص العلب لأني كثير استخدمه. أيضا قليل. بإذن الله تدعوا لي. مو بلازم انك تجيبين شيء من برا او تجيبين مخلطات جاهزة، لا انت بنفسك سوي. معلش مع الورد الافضل انه يكون ما ورد، لكن لانك بتستخدميه بكثرة على حسب. اذا تاخذين كمية كبيرة انا جايبه لكم تجربة بامكانك تعبينها نفسه ما ورد، أو بإمكانك تحطي القليل منه وتكملي الباقي ماء. وإذا عندك اللي يمنع يعني يمنع التصاقه بالفرش أو المفارش فيكون أفضل. لكن إذا عندك ألوان أبيض يعني الأشياء اللي يحطونها مع العطورات حتى ما تبين بالملابس وكذا. هنا يجيك لو تلاحظون هنا يجيك ويلا ويلا وبالعافية. وأتمنى فكرة سهلة وجميلة وتسهل عليك كثير أمور. وبالمناسبة للحمامات أيضا كذا خلطات تجيبين عطور على رائحة نظافة مرة تسوينها نفس الخلطة وتستخدمينها. ولا تنسون حبايبي الاشتراك والإعجاب، والله يسعدكم.